صباحكم فل، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بصوا يا جماعه، انا عندي في عيلتي كلها بيقولوا ان انا طريقتي في المكرونه بشاميل تحفه. ماشي، مش عارفه ليه، يعني لا بتفزلك ولا بعمل حاجات غريبه ولا اي حاجه، بس سبحان الله من عند ربنا. يعني اخواتي اي حد كلها عندي بيحبها من ايدي. حاجه كمان، هي بالنسبه لي اكله عاديه، مش حاجه صعبه زي ما الناس بتقول. يعني ما اعرفش، مش حاجه مربكه، يعني انا شايفاها اكله عاديه. بصوا، ده احنا هنا كنا هنعمل الفطار، فانا بحط لابني فاكهه قبل الفطار. ابني الصغنون، يعني عشان ابني الكبير كان عنده تدريب مسرح، فعامله الابن الصغنن بس الفطار انا وهو بس يعني. حطيت له فراوله طبعا. بصوا الفراوله انا عندي بفرزها، هو بيحبها، تمام، بيحب ياكلها بكل الاشكال، فعلشان تبقى عندي طول الوقت فبفرزها، يعني عشان تفضل موجوده طول السنه، عشان هو بيحبها قوي. يعني الفتره دي مش موجوده، يا رب ترجع، عشان بحب قوي الفراوله بصراحه، وبحب وجودها في السوق، يعني بحب ريحتها يعني ما علينا. المهم يعني عملت الفطار، حتى والله كوبايه الشاي ما كانتش كامله زي ما انتم شايفين كده. اي حاجه عشان اجري اعمل الاكل يعني. وبعدين عملت سندوتش بيض وسندوتش جبنه رومي، آه وابني كمان سندوتش بيض، تمام. وشايفين، بصوا كوبايه اللبن انا مش بكملها له هو. بصوا يا جماعه، دي طاقته او دي الكميه اللي بيشربها، فانا مش بحب يعني ازود وبعدين بيدلقهم، فلا. هو طول ما هو رايح وجاي يقول لي حطي لي حبه لبن، اوكي، حطي لي حبه لبن، اوكي، فكده تمام قوي قوي. عادي جدا. احنا بنسلق المكرونه طبعا، اي مكرونه. بصوا انا ما بكترش، انا بعمل كيس واحد بس اللي هو 400 جرام في الصينيه، تمام، صينيه 28 30 كده، فبعمل كيس واحد بس. لو هزود الكميه هزودها، يعني هزود بالمقدار. يعني الطاجن مثلا هاخد نص كيس او اقل من نص كيس. المكرونه بتبقى كتير، بتبقى يعني طعم المكرونه بشاميل بيبقى مش حلو لما الرق يبقى رفيع، ده احلى حاجه على فكره يعني. يعني هي احلى حاجه فيها طبعا ان البشاميل يبقى كثيف والرق يبقى رفيع، دي احلى حاجه فيها، تبقى كده تمام قوي يعني. زي ما انتم شايفين كده، انا هسلقها بس ايه لغايه ما تعمل تكه، يعني ما تبقاش مستويه قوي من الاخر يعني. واي نوع مكرونه مش مفروض ان هو يستوي قوي. وطبعا اللحمه المفرومه ما فيهاش طريقه ولا حاجه، يعني شويه بصل على لحمه مفرومه على ملح وفلفل وخلاص على كده، وما بحطش بهارات زياده، تمام. بصوا هنا انا حاطه 4 معالق كبار. هو انا بحط 4 معالق كده كده، بس المره دي برضو حطيت 4 معالق كبار، رغم ان انا هحط 6 معالق دي، لان انا عامله كيلو ونص لبن. الكيلو بياخد 4 معالق بس، تمام. وعاملاهم علشان انا هعمل كيلو ونص لبن زي ما انتم شفتوا كده. الطاجن انا بهتم قوي ان احنا يبقى فيه زياده في اللبن، وكمان هي بس سعر اللبن غالي، كنت كنت كترت عن كده بصراحه. آه، زي ما انتم شايفين كده حطيت اللبن. في كميه تانية هحطها، تمام، عشان عامله كيلو ونص على الطاجن والصينيه يعني. بصوا، اهم حاجه التقليب زي ما انتم شايفين كده، علشان خاطر ما يكلكعش. هنا حطيت الملح واحط الفلفل. هو بصوا لو في فلفل ابيض يستحسن يعني، بس بكبر دماغي برضو يعني، مبشغلش بالي قوي، لان هي كده كده بتتحمر من فوق يا جماعه يعني، فما بيبانش والله. ما علينا يعني. بصوا هنا بقى حطيت قشطه. عندك جبنه سايحه، عندك طبعا انا كنت بحط كيري ساعات. بحط هنا البيضة مقلباها وحطيتها على الوش. ما تكتريش عن بيضة يعني في البشاميل كله عموما، مش يعني مش عارفة، مش بالكمية. زي ما انتم شايفين هنا. بصوا دي طماطمتين ضرباهم في الخلاط وحطاهم، واحط ملح وفلفل، واحط هنا نص البشاميل، تمام كده. طماطمتين بس بيدوا لون، هنا الطماطم معايا ما كانتش عامله لون قوي، وكمان الكاميرا ظلمها، بس هي فعلا ما كانتش عامله لون قوي يعني. زي ما انتم شايفين كده. بصوا الجوانتي ده يا جماعه بصراحه ايه، ما اكذبش عليكم يعني، انا ما بستخدموش كتير. بحط هنا كميه من البشاميل، اوكي، وازود في الوش بقى ايه يعني. بصوا بحط بصراحه هنا الكميه اقل شويه يعني، والوش بيبقى هو الكتير، تمام. بصوا الصينيه دي صينيه صغيره واضحه جدا قصادكم، يمكن كان باين كمان في اول الفيديو مقاسها يعني. نص الكميه وال اسمهم ايه، على فكره الطاسه دي كبيره قوي، مش مبينه خالص كميه اللحمه المفرومه يعني.
بس زي ما انتم شايفين انا مغرقاها لحمه مفرومه. ويعني بصوا لقيت الدنيا زادت مني، يعني رحت عامله ساعتها بقى الطاجن الصغنن ده. هنعمل معاها كمان شويه فراخ كده يعني بصوا، هو انا يعني ممكن ما اعملش معاها فراخ ولا اي حاجه، بس لقيت ان انا يعني عايزه اعمل فراخ، فروحت عامله معاها فراخ. بصوا بقى هنا حصلت غلطه، البشاميل تقيل مني السنه، يعني هو عايز يبقى اخف من كده، مش علشان ينغمر جوه، فاهمين؟ يعني يسقط جوه وبرضه يبقى بره يعني. بس كانت جميله، كانت جميله جدا. يعني بصوا انا يمكن انا ما بحسش قوي بجمالها بس رأي الناس بيخليني اقول ايه ده. مره بقى عملت حركه، انا بحط فيها جبنه رومي جواها. مره عملت حركه مش لذيذه كده، كنت مفروض كان خطيب اختي، كان ساعتها خطيبها يعني، هو دلوقتي جوزها، معزوم عندنا وكده، فقلت اتفزلك وانا اللي عملت المكرونه بشاميل لمامتي يعني، ورحت حاطه الجبنه الرومي على الوش. طبعا لا، ما طلعتش حلوه ابدا ابدا ابدا. انا حتى الموتزاريلا، حتى الجبنه الرومي، كله بحطه جوه البشاميل، بيطلع طعمه خطير، الطعم بيبان بقى وبيفرق يعني. بس هنا كنت حطيت قشطه بس. هنا بصوا عملت صينيه كده، وحطيت فيها زي بانيهات كده، صدور مخليه كده يعني، متقطعه شرايح، وحطيتها بملح وفلفل وطماطمايه وكده يعني، تبلتها وعملتها. بصوا هنا غسلت الحوض بقى، والدنيا كلها تمام جدا. بصوا المطبخ عندي من الحاجات اللي مهما نضفته مش عارفه ليه مش بيبان عليه متكركب، بسبب طبعا اسمها ايه اللي على جنب دي، ما اعرفش، دايما بيبان متكركب مني كده، مش بيبان ابدا نظافته برضو. مش عارفه انا عماله اصور لكم في ايه. خلاص خلاص يا ستي، الحوض جميل. بس ودي كانت اكلتنا النهارده. بصوا بجد كان طعمها حلو قوي يعني. انا يعني ماشي اوكي، بس انا مش عايزه اقعد اشكر في نفسي، بس يعني الطاجن ده بقى اللي بقى، وجالي ضيوف بالليل يعني وكلوا منه. آه بص هو عالي وقابب ازاي، رغم ان هو كميه المكرونه اللي جواه قليله، يعني كميه المكرونه اللي جواه صغنونه قوي. انا ما بحكترش المكرونه خالص، دي احلى حاجه يعني. بص طبعا كالعاده بقى، ابني اول واحد بياكل في المنطقه. كنت عملت له طبق سلطه صغنن كده، والفراخ كنت انا شويتها واديتها وش. ما استخدمتش الاير فراير النهارده، محدش يسالني ليه يعني. وكنت عامله له عصير. بس وكلب الهنا والشفا، لان عنده دروس وعنده حاجات، بدأ بقى دروسه وبدأ حاجته، فمش لازم يلتزم معانا بأي ميعاد يعني. الميعاد اللي هو فاضي فيه هو بياكل فيه، فاهمين؟ بس عايزه اقول لكم ان انا بحبكم جدا، وبقرا تعليق من تعليقاتكم. اتمنى تسعدوني، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، واللي ما عملش لايك مستني ايه؟ انزل اعمل لايك. لايك ببلاش يا جماعه، بس بيرفع لي الفيديو، بيخلي ناس كتير تشوفه. وكمان الكومنتات برضو بترفع الفيديو، يعني انتوا بتعملوا خدمه كده مجانيه. انتوا كده كده قاعدين على النت يعني. انا لما ببقى قاعده على النت واي حد يعني انا ببقى فرحانه ان هي فكرتني في الفيديوهات. انا طبعا طول اليوم على اليوتيوب والتيك توك، فلما بتفكرني حد من الناس دي بعمل لهم على طول سلام.